رسميا انتهاء ملف الصحراء المغربية، والمغرب كيستعد للمطالبة بصحرائه الشرقية. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لبنى من قناتكم المتواضعة عالم إسكا، واللي دائما كنتمنى منكم أنكم تدعمونا باللايك، دعمونا بالبارتاج، كذلك بالاشتراك، وما تنساوش كتابة التعاليق. كذلك ما ننساش أنني نطلبكم انكم تنخرطوا في القناه الجديده ديالنا الاخبار بالدارجه. هاد القناه واللي فتحناها باش نتلاقاو معكم نظرا لهاد القناه عرفت واحد السقطه غير مسبوقه وتكونوا لاحظتوها، وبالتالي حنا خايفين غدا ولا بغدا نوضوا ما نلقاوش هاد القناه، فغادي نتلاقاو في القناه الاخرى. فرجاء منكم انكم تدخلوا لهاد القناه وتشتركوا في هاد القناه. فالقناه او الرابط ديال القناه غادي تلقاوه في اول تعليق. فعلى بركه الله نبداو موضوعنا لليوم. الجزائر كتمنع طائرة عسكرية من المرور عبر أجوائها. فاليوم الإخوان من أفضل وأسعد الأخبار اللي سمعناها هي أن الملف ديال الصحراء المغربية انتهى ورسميا. فبعد تصريحات ديال جورج وهاريش نائب وزير خارجية أمريكا، واللي تحدث مع عطاف وأكد له أن الموقف ديال الولايات المتحدة الأمريكية كتدعم الصحراء المغربية، يعني تأكيد ديال دعم الولايات المتحدة الأمريكية للصحراء المغربية. الصحافة الإسبانية خرجت بخبر مزلزل في إطار قصر النظر ديال الكابرانات، واحد الغلطة اللي كتعتبر غلطة العمر واللي غادي يخلصوا الثمن ديالها غالي. الجزائر تجرأت ومنعت طائرة عسكرية أمريكية من العبور على مجالها الجوي، واللي انطلقت من إسبانيا أو من قاعدة إسبانيا. فشنو كيعني هاد الشيء؟ علاش هاد النظام العسكري الهبيل خداو هاد القرار الجريء؟ شنو هي العلاقة ديال هاد التهور الجزائري بملف الصحراء المغربية؟ فإخواني أخواتي، في هاد الأيام عبد المجيد دار واحد الزيارة لتندوف. كما كتشوفوا في الصورة هذه هي ولاية تندوف، واللي كتشوفوا حالتها حالة، واصلا راه ما جا عبد المجيد لي تندوف حتى قلبوا اجمل يعني حي في تندوف وصوروا تما. فهذه اول زياره لعبد المجيد لي تندوف. فإلا رجعنا للصحراء المغربيه وغادي نتكلموا على الجمعيه العامه. الأمم المتحدة دوليا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الجمعية كانوا كيبنيو عليها سواء النظام العسكري الجزائري ولا اللقيطة ديال الجزائر اللي هي البوليساريو، وديك الكلمة ديالهم ديال تقرير المصير. فملي كنسمعوا حق تقرير المصير كيقولوا بلي راه كاين توصيات 25 26 وكاين 15 16 من 1960. لكن الجمعية العامة خدت قرار اللي هو دعم العملية السياسية. هذا يعني أن الجمعية العامة صافي طلقوا هذا الملف، والأكثر من ذلك قبروا شي حاجة سميتها الاستفتاء. فكيقول الخبر: قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لم يتضمن أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كذلك قالوا باللي خداو هذا القرار من بعد ما اعتمدوا على قرار مجلس الامن ديال 2007. هادوك الانفصاليين كيتكلموا على قرارات قدام، اما الجمعيه العامه فهي كتكلم غير على القرار ديال مجلس الامن اللي كان سنه 2007. يعني اليوم كيتكلموا غير على القرار من 2007، والقرار ديال 2007 كان المغرب اقترح فيه المقترح ديال الحكم الذاتي، واللي فيه دعوة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم أو الأمم ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بناء على القرارات اللي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007. فهنا الجمعية العامة كتكلم وكتقول باللي هما خايفين على الاستقرار الإقليمي. فهنا إلا رجعنا شنو هي العلاقة ديال هذا الشيء ديال هاريش وديال القرارات ديال الجمعية العامة بالطائرة الأمريكية العسكرية واللي منعتها الجزائر من المرور عبر الأجواء ديالها؟ الجواب هو أن أمريكا هي اللي عندها تأثير على الجمعية العامة، أمريكا هي اللي عندها تأثير على مجلس الأمن. ففي 8 ديسمبر 2023 أمريكا صفطت للعاصمة الجزائرية نائب وزير الخارجية الأمريكي جورج وهاريش صفته للعاصمة الجزائرية. شاور أو دار مشاورات مع أحمد عطاف بشأن
تعزيز السلام الإقليمي بما في ذلك تكثيف التعاون لضمان نجاح العملية السياسية بشأن الصحراء المغربية دون مزيد من التأخر. فهنا أمريكا كتقول بلي الجزائر هي اللي عطلات هذا الملف، يعني الجزائر هي اللي عطلات الملف ديال الصحراء المغربية. من موراها ب3 أيام أمريكا كتصيفط الطائرة العسكرية ديالها اللي خرجت من قاعدة إسبانيا، كانت غادي تخترق يعني الأجواء الجزائرية. الكبرانات منعوها من المرور. فإخواني أخواتي، في نظركم لو كان هذا الاجتماع واللي كان ما بين عطاف ونائب وزير خارجية أمريكا في صالح الجزائر، واش في نظركم ما غاديش تخلي الطائرة الأمريكية تدوز، خصوصا إلا كان فيها هريش؟ فهاد العجزة متهورون راهم اليوم في عزلة وزايدين كيديروا أزمات مع دول أخرى، يعني ما كفاتهمش الأزمة مع إسبانيا، ما كفاتهمش الأزمة مع ألمانيا أو الإمارات، وحتى الاتحاد الإفريقي بخصوص الكاف داروا معها أزمة، والبارح تكلمنا على الأزمة مع موريتانيا، فاليوم بقات لهم أمريكا. فهاد الناس كيديروا أزمات مع دول في واحد القضية اللي ما كتخصهمش أصلا. هاد الدولة غادية وكتعزل. إذا الملف ديال الصحراء المغربية راه انتهى، والمغرب اليوم راه كيستعد للمطالبة بالصحراء الشرقية. فهنا فيما يخص الصحراء الشرقية المغربية، فيخطئ من يظن أن استكمال الوحدة الترابية هو مطلب نظام سياسي أو شعبي فقط، وإنما هو قلب التعاقد الديني والسياسي والاجتماعي بين سلاطين المملكة المغربية الشريفة والشعب المغربي الأصيل. وهناك إجماع على استكمال الوحدة الترابية، واللي كتعتبر من أقدس مقدسات المملكة المغربية الشريفة مهما طال الأمد أو استطال الزمان. فإلا كان الشعب المغربي هو متشبث بمبدأ المطالبة باستعراض أو باسترجاع الأراضي المحتلة والمغتصبة على سواء، فإن رأس السلطة السياسية ليس أقل حماسة أو تحمسا من نداءات ومطالب الشعب، وإنما هو التدبير والتخطيط البعيد والانتظار الفرصة التي ستسهل عملية استرجاع جميع الأراضي الخاضعة للاحتلال الإسباني أو الجزائر على سواء. إخواني أخواتي، الحاجة اللي غادي تعجل من تصفية الاستعمار عن صحرائنا الشرقية هو سقوط الاتفاقية أو اتفاقية الحدود لسنة 1972، من بعد ما قرر النظام العسكري الجزائري الإخلال بالالتزامات ديالو المدرجة في الاتفاقية والتحرك نحو استغلال منجم الحديد ديال غرج بلاد. فكيشوف مجموعة من المحللين بأن عجز المغرب عن استرجاع الصحراء الشرقية بعد الانتصار الساحق على الجيش الجزائري في حرب الرمال واللي كان سنة 1963، وذلك بسبب التواجد الكثيف للجيش الفرنسي والجيش الإسرائيلي هناك، ليس له ما يبرره حاليا، خاصة في ظل قوة المملكة المغربية الشريفة وقوة موقفها وملفها القانوني، وهو ما يستدعي التعجيل بالمرافعات القانونية في انتظار اجتماع الشروط الذاتية والموضوعية لصلة الرحم مع إخواننا في الصحراء الشرقية، وأيضا مع العمق الطبيعي للمملكة المغربية الشريفة ممثلا في القارة السمراء الشقيقة. إذا إخواني أخواتي، راه عاجلا أم آجلا غادي نسترجعوا كاع الأراضي ديالنا المغتصبة إن شاء الله وبإذن الله. إذا إخواني أخواتي، وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو. تحية لكم كبيرة، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.